داريا شيء كتير كبير، كان فيها حراك سلمي راقي. أنا كتير متشرفة إنه يكون هو ضيف البرنامج. معتز مراد، أهلين فيك، شكرا كثير إنك قبلت دعوتنا. بداية الاعتقال كان ضباط كتير متلبكين، قال لي أنت شو مساوي؟ قلت له أنا طالع مظاهرات سلمية، بدي إنهاء حالة الطوارئ، وبدي أنا وكتير من رفقاتي قانون أحزاب، وبدنا قنوات حرة. قال ما بدك إسقاط النظام؟ قلت له ما بدي إسقاط النظام. قال ما عندك مشكلة مع بشار الأسد؟ قلت له ما عندي مشكلة مع بشار الأسد إذا بيقوم بإصلاحات، وهي الإصلاحات اللي أعمل لك عليها. قال متأكد من هالكلام؟ قلت له أعمل لك متأكد، وفيك تشوفوا ملفاتنا. يعني قلت له أنا معتقل عنكم يعني 2.5 سنين، وبتعرفوا إنه هي المطالب هي مطالب قديمة. يعني بعد حوار أذكر إنه استمر ساعة، كتير تأثر المقدم. قال لي شوف يا معتز، أنا صدقتك، ولكن الناس مو كلها هيك. في ناس عم تطلع عم تقول حرية بس مو فهمانة معنى الحرية. تقول بغض النظر، ولكن أنا عم أقول لك إنه هي مطالبنا وهي مطالب الناس اللي عم تطلع. يعني هون بيتركني، بروح بيستدعيني تاني يوم لحتى يعمل كمان نعمل حوار من طرفه. هالمرة هون هو كان بس بده يحكي، بده يقول لي إنه كلامك كتير حكيته امبارح جيد، ولكن أنا حابب أقول لك إنه كمان نحن جماعة بنفهم، نحن جماعة دارسين بروسيا، وحابب نبهك إنه بميدان التحرير كان عم تتوزع وجبات كنتاكي، وكان في اختراق، وكان في عوينية، وكان في كان في يعني قصدهم مندسين مثل ما بيقولوا هيك. فهي الحراك مو نظيف ولازم تنتبه انتو له. واستمر هذا يعني النقاش حوالي ساعة، وأنا فعلا ما عاد قدران. يعني هو صار يلاحظ أن أنا تعبت، ولكن هو كان فعلا حابب يحكي. وبعدين بيقول له لا، وبيطلب مني انه نحن هلا رح نحكي اصدقاء. قال له طيب اصدقاء؟ قلت له بس املي ماشي حتى اشوف مين الصديق. قال والله بدك ما يعني ما رح اقدر، يعني الوضع غير مناسب. اليوم 9 لاعتقالنا بيطلع عفو، او بيقرروا انه يطلع عفو، او يعني يطلعوا المساجين اللي بفرع التحقيق. هون بيفتح مدير السجن الشراءة تبع المهجع، وكنا الناس معظمهم اللي كنا معتقلين احنا 10 من اللي خطفونا من الشارع، فيهم ناس بعرفهم، فيهم ناس أول مرة بشوفهم. فبيقولوا لنا يلا جهزوا حالكم رح تطلعوا وتكتبوا تعهد وتطلعوا على البيت. رجعت قصة تعهد لفرع فلسطين، لفرع التحقيق. قلت لهم اكتبوا للتعهد، اكتبوا اعمل اللي بدك اياه. هيك قالوا لي. قلت لهم يا شباب بالمناسبة سلموا لي بس على الأهل، أنا ما فيني أكتب تعهد. طب ليش؟ قلت لهم أول شيء أنا طالع مظاهرة سلمية، لازم تعترف الدولة بحقي فيها. نحن طالعين وجودنا بالمظاهرات، نحن الناس اللي بدها خطاب معتدل، اللي بدها خطاب منطقي، اللي بدها إصلاحات. المفروض هذا الدولة لو فيها نية الإصلاح تحافظ عليه. ما المفروض يقولوا إنه أنت يلي بدك هذا الخطاب لازم تتعهد ما تطلع مرة تانية، لكن أنت عمليا أنت عم تخلي المساحة كلها للخطاب العنيف. فقلت له أنا ما رح اتعهد. فأحد الشباب قال لي إنه يا زلمة تعهد وطلع واعمل اللي بدك إياه. قلت له خلاص بغض النظر، أنتوا اعملوا كل واحد يعمل اللي بده إياه. ليش؟ بحب أفهم ليش. قلت لك أنا بعتبر إنه يعني جزء من المصداقية، جزء من الرسالة، إنه هذا الشيء لازم يكون واضح. بدك ثبات على الموقف. ثبات على الموقف، نعم. حتى بفرع المخابرات. هلا هذا بعدين يعني تغير شوي، ما بقي نفسه. ما تتغير؟ الاعتقال الثاني، الاعتقال ما تغير بشكل كامل. لحلك شو صار، ولكن أحد الشباب هون بيقول لي إنه أنا مثلك، أنا كمان ما بدي أوقع. قلت له لا، طول بالك، ما حدا مثل حدا. أنا هذا الموقف عرفان إنه بدي أتحمل يعني نتائجه. اعمل الشيء اللي بدك إياه، يلي أنت كنت مفكر فيه. لا تعمل شيء إنه ما بعرف، إنه بجوز أنا أطلع هلأ، بجوز ما أطلع. وحقيقة أنا كان عندي أمل كتير كبير باللي عم يصير، إنه لا يمكن يصير هذا القمع اللي صار. وتحليلي لولا وجود إيران ووجود روسيا لاحقا
ما كان استمر. طبعا طبعا بيطلعوا كل الشباب بهذا اليوم، ولكن انت كمان طلعت؟ لا، بيبقى انا وبيبقى شخص تاني. بقرر جميل حسن رئيس شعبة المخابرات رئيس المخابرات الجوية إنه معتز ما تعهد، والتقارير كلها عم تقول إنه هو كان يعني موجود بالصفوف الأولى خلال الفترة الماضية، ومعه كمان هذا الشخص أيمن صوراني. هدول الاثنين كانوا برأيه كانوا قادة الحراك، وكتير انزعج إنه ما تعهدت، فأخذ وعد إنه هذا الرجل ما بيطلع، هذا الشاب ما بيطلع. لما وصلوا الشباب كان في احتفالية بالمركز الثقافي، هن كان في محاولة للتهدئة، تهدئة الحراك، فالمفروض إنه الكل يطلع. فلما وصلت الناس المعتقلين على المركز الثقافي وقالوا وينه فلان، فقال لهم واحد الشباب، قال لهم معتز رفض يتعهد. فواحد من الناس الله هيك يعافي قالوا نحن كلياتنا مثله، يا بيطلعوهم يا اما هذا الكلام كله تبع اللي عم تقولوا يعني زي يعني مو عامل شيء، زي ما عم اقول اخي انا يعني معروف خطابه، بدي اصلاحات وانهاء حاله الطوارئ، يعني لسه ما قربنا عند بشار الاسد، يعني الاصلاحات قوم انت فيها يا بشار الاسد. فواحد من الشباب الله يرحمه محمود جنح يلي استشهد بالسجن، هو واخو رياض جنح واخو محمد جنح، وتوفى والده وجع عليهم، وزوجات اخواته كمان 2. محمود جنح لحش كلمة، قال إذا ما بيطلع معتز أو ما بيطلعوا الشباب 2000 امرأة رح يطلعوا بكرة يطالبوا فيهم. وحقيقة لا كان في 2000 ولا كان في 20 امرأة. لحشة النظام صدقها. النظام صدقها وصاروا ما عارفين شو بدهم يحلوا القصة. بهديك الأيام أحد الأشخاص الأصدقاء بيتصل بعلي مملوك، كان على علاقة شخصية مع علي مملوك، وأنا ما صدقت الموضوع بعدين إنه يكون في حدا ممكن يحكي مع علي مملوك أو مع جميل حسن بهي الطريقة. بيقول له يا سيادة اللواء الله يخلي لنا إياك، طلعوا الشباب أحسن ما يطلع بكرة، يعني نحن وياكم بدنا نهدي الوضع، طلعوهم أحسن ما يطلع في 2000 امرأة بدهم يطلعوا بكرة. فبيقرر بيحكي علي مملوك مع جميل حسن، بيقول له ليش مالك مطلع فلان وفلان؟ بقول له ما بيطلعوا، رفضوا. إنه طبعا قال له يميتها صديقي لعلي مملوك، قال له كالشاب يعني مجردين حقوق المدنية وخدمته عسكرية، جواز سفر ما أعطيته، أنا عرسي ما عرفت، ما قدرت سجله بعد فترة يعني، ومكتوب على دفتر عائلتي مجرد الحقوق المدنية. قال له يا سيادة اللواء حلوا لنا هالمشاكل. فبيتصل بجميل حسن بيقول له طلعوا، ما بطلعوا. جميل حسن بيقول له كذا، قال له أمر عسكري بيطلع هلا. اللواء علي مملوك كان وجميل حسن اثنيناتهم ألوية، بس علي مملوك أقدم، وبالتالي بإمكانه يقول أمر عسكري. وفعلا بيقرروا يطالعونا. بيتصلوا فينا بالليل ثاني يوم وبيقولوا لنا فوتوا تحمموا، أنا وأيمن فوتوا تحمموا والبسوا وهيك. فلما بيقولوا لك فوتوا تحمموا والبسوا فأنت عارفة إنه في شيء عم يصير. بنطلع في مقابلة مع رئيس الفرع عبد السلام حمود، وبيكون معه رائد راح يستلم تحقيقي لاحقا واسمه زهير أو سهيل ما بعرف يعني. العميد هون فورا بيطلع وبيرحب فينا وطمنونا حدا أسألكم. فأنا هونيك بوقف، لا بتفشكلت في قشرة موزة. لا وكنزتي نفسها، كنزتي اللي موجودة بالفيديو نفسها اللي بعثت لك إياها كلها دم ومشقوقة. وقفت قلت له عفوا سيادة العميد. قلت له مين اللي اعتقلنا؟ مو عناصرك؟ قال لا أنا ما لي علاقة بالشيء اللي بيصير خارج الفرع. قلت له مين اللي اعتقلنا؟ قال عفوا يعني إذا في يعني نحن يعني قلت له جوات الفرع مين اللي نيمنا على الأرض ودعوسنا ويلي كلبشنا ويلي هون. فبلش أخذ موقف آخر إنه بدك تطول علينا، تطولوا بالكم علينا، اللي احنا ما عنا خبرة بالتعامل مع المظاهرات السلمية، اللي احنا هذا الموضوع جديد. قلت له يا سيادة العميد
قلت له طالما عندكم خبرة ليش عم تعتقلوا قادة الحراك السلمي؟ هذا ما يعني فراغ الساحة يلي ما بيعرف ينظم هذا الحراك. قال بدكم طولوا بالكم علينا وهيك. والرائد اللي كان عنده كتير كان حاقد على طريقة يعني ما بده كل هذا الشيء يصير، هو بده يقتل، بده واضح من الطريقة يلي عم يحكي فيها معنا. المهم قرر انه خلاص انتوا هلا رح تطلعوا وطمنوني عنكم. طبعا هون معتقليني انا وسيارتي، فبينزل معنا العميد لتحت. طبعا السيارة كانت فاضية من البنزين، كاسرين الكونسول الوسط اللي هون شو اسمه هون. عم يسألني العميد من فوق، هيك كان واقف على البرندة عند مكتبه، اللي يطمني ان شاء الله السيارة بخير. خلاص بدك نخفف؟ قلنا له خلاص جيد، شكرا لك سيادة العميد. طبعا بيكون جاي يومها مدير مركز الثقافي من على الفرع، وجاي رفيقي اللي حكى مع اللواء علي مملوك، كمان رفيقي مع الضماني. أنا بطلع مع مدير المركز الثقافي، ورفيقي بيطلع مع سياراتهم، على أساس بدنا نشوف سهير الحسن. ولكن قرر باللحظة الأخيرة سهير الحسن إنه ما يلتقي فينا. أتوقع لأنه كان صاير في صدام يعني وشتائم لما اعتقلني يعني. وفعلا بيروح بيكونوا الشباب، بنصل حوالي الساعة 1:30 بالليل، بيكون في عشرات الشباب عم ينتظرونا بالمركز الثقافي، وبصير تفاصيل بنحكي لهم شو صار. وبيقول يومها إنه صديق بيقول إنه يا جماعة نحن عطينا وعد للقيادة إنه تهدوا، إنه ما يطلع في مظاهرة بكرة. أو بيقول لهم معتز عطى وعد. أنا هذا الشيء كله ما بعرفه. قلت له وعد شو؟ أنا ما أعطي وعد لحدا. قال يا أبو زهير بكرة في 2000 امرأة بدهم يطلعوا من شانك، فبدنا نقول له انه ما يطلعوا. قلت لك والله ما عرفان شو ما عرفان شو عم تحكوا اصلا. يعني 2000 رقم كتير هائل، خبر في 2000 بنت. على كل حال يعني شو الشباب هنيك يعني صاروا يقولوا نحن مو مشكله انه والله طلعوا معتز وايمن وخلافه، المشكله انه المطالب نفس النظام ما استجاب لها. يعني النظام لما بيقول أخي رح نستجيب للمطالب وبيحاصر دارية بالدبابات، أو بيلغي قانون الطوارئ ويطلع قانون الإرهاب، فهي مشكلة. القضية مو قضية شخص. وهذا الكلام اللي حكاه بتذكر يحيى شربجي باللقاء. ما حدا عرفان انه والله في شيء رح يصير. احنا يعني الامر الحلو تمام، نحن رح نستمر بشيء سلمي للغاية، وإن شاء الله يعني بيكون في شيء حضاري كمان للغاية، يكون نحن التظاهر نوقف عنه نهائيا. أما موضوع يعني موضوعنا ما له مرتبط يعني لا بمطالب معيشية، يعني الحمد لله يعني جاهزين للاعتقال وجاهزين لا بغض النظر عن الموضوع. يعني نحن إن شاء الله ما حدا يعتقل، وإن شاء الله ما بصير ولا قدام لا منا ولا منه ولا من حدا. يعني صورة إنه القضية مو قضية شخص، القضية مطالب يلي بنلتزم فيه نحن، إنه هي سلمية مفرطة يصعب على النظام يفهمها. وهذا اللي صار بعدين، انه ترجم بالوردة والعلبة المي وحتى اذا بتلاحظي بهداك الاجتماع نفسه، يعني نحن كنا بالمركز الثقافي وصورة بشار الاسد ورانا، ما كان في مشكلة. هاي الشباب يلي كانت طالعة بهي الثورة شباب كتير نضاف، شباب حقيقة بدهم حرية وكرامة وحقوق. ولو النظام بأي لحظة قرر يروح باتجاه حل سياسي كان ما وصلت سوريا لهم. كان ضل بشار الأسد ربما كان ضل بشار مو شرط كل عمره، كان ضل فترة منيحة، ولكن كان أثبت ربما إنه لو عامل إصلاحات يعني. طيب هو أنت طلعت من اعتقالك الأول ب2011، مظاهرات كملت بعدها، القتل كمل شوي شوي، عم تكبر بسوريا، وأنتوا كملتوا بالحراك السلمي. حقيقة يعني بهديك الفترة لما صار الجمعة العظيمة وصار في شهداء، فصار في خيمة عزاء. فخلال 3 أيام اللي صار فيهم الخيمة العزاء، داريا استقبلت وفود من كل دمشق، من السويداء، أذكر من السويداء، من صحنايا،
اجى عدد من مشايخ الشام، وصار في كلمات، صار في تأكيدات على الشيء اللي احنا بنقوله. يعني حكينا رجعنا انه احنا طلعنا بهتاف وبلافتة معروفة انه سلمية سلمية لو قتلوا كل يوم 100. فالله يفكركم يا أهل دارية، لازم نستمر نعكس صورة كتير حضارية. مسيرات دارية كانت يمكن من بين المسيرات اللي كانت معروفة بمسيرات الورود، ونحن قادرين نعمل شيء عظيم بدارية. كنا نقول دائما نركز انه يعني اطلاق سراح المعتقلين. اي حل سياسي وفي معتقلين جوا معناته انه يعني الحالة رح تروح باتجاه صدامي اكثر. لما بتاريخ 30/4 صار في كلام انه علي مملوك بده يقعد مع وجهاء من دارية ومن قادة الحركة، وقالوا انه بدهم انه في عدد من الاشخاص اللي بدهم يكونوا موجودين، منهم الاستاذ عبد الاكرم، منهم اتصل فيه كمان احد الاشخاص اللي بدك تكون موجود. وحقيقة بديك الايام يعني كان في رعب. كتير ناس يمسكوني بالشارع يقول لي انتبه، ربما اليوم يقتحموا البيت، ربما اليوم يحاولوا يصير في عملية خطف، ربما كذا. فأنا حقيقة كنت عايش ديك الأيام بشكل كتير يعني في خوف كتير شديد. فلما اتصلوا فيني، والله أذكر اتصل فيني مروان أخوه الكبير ليحيى، قال لي إنه علي مملوك بده يشوف يعني عدد من الأشخاص من دارية وطالبك ضمن الوفد. أنا خفت أكتر، فاتصلت مع قلت له هيك شو برأيك؟ قلت له أنا كتير خايف. قال لي لا ولا يهمك، الأمور بخير إن شاء الله. يعني محاولة للتهدئة. خلال ساعة بيوقفوا الاتصالات الجوال والاتصالات الأرضية عن دارية. هون صرنا ب 2012؟ لا إحنا هلأ اليوم ب30 30/4/2011 بيوقفوا الاتصالات. ما عاد حدا عرفان شو اللي عم يصير، على أساس في لقاء مع علي مملوك. بيوقفوا الاتصالات وبيصير في كلام إنه بلشت في قوات عم تحاصر دارية. بدنا نتصل مع حدا ما عاد عرفانين. حكيت أنا وأخي، قال لي قوم نروح نشوف شو في بالمركز الثقافي. رحنا ما لقينا حدا، في يعني بعض الأشخاص ومدير مركز ثقافي. يعني دردشنا حكينا إنه انتبهوا، يعني اليوم واضح إنه القصة في شيء، فلا تناموا ببيوتكم. فيوميتها أخي مهند رفض، قال وين ما بدنا ننام ببيوتنا؟ يعني يجوا زوجتي وزوجاتنا وماما وبابا يهينون. فقررنا إنه ننام بالبيت. هذا اليوم أسماء من أصعب أيام حياتي. حوالي رعب شديد كنت عايشه هديك الأيام. قررنا، أنا أذكر أنه كنا نايمين، إحنا ساكنين بناية الأرضي أنا وأخي مهند والأول أهلي، وفوقنا عدة طوابق فاضية يعني. أنا أذكر أنه كنت نايم تحت، ولكن زوجتي بتقلي أنه معتز خلينا نقوم ننام فوق. زوجتي بتقول لا، نحن بديك اليوم ما نمنا بالبيت، نحن طلعنا مباشر لعند أهلك، نمنا فوق. بقيت سهران لحوالي الساعة 1. صليت، دعيت، بس يعني خوف شديد، رعب شديد. وكنا قبل ما أجي على البيت كنت سهران أنا والشباب، أنا ويحيى ونبيل شربجي الله يرحمه ومحمد شحادة، عند بيت بشار مع الضماني وأسامة نصار. وقلت لهم يومها كان في اتفاق بيناتنا أنه ما في داعي كلياتنا نطلع يظهر بنفس الدرجة بدايتها، خلينا نظهر تباعا.
يعني بيظهر معتزل حاليا، بعدين بحاله اعتقل بيظهر حدا تاني، بحيث إنه قدر الإمكان إن يكون لنا تأثير أطول على الحراك يعني. فقلت لهم الشباب يوميتها، قلت لهم أنا كتير خايف، مرعوب، يعني خايف بأي لحظة يتم يعني قتلي أو يعني خطفي أو هيك. مش ما كان حدا قدران يقول لك شيء. أذكر لحد الآن محمد شحادة قال لي فهمانك، قول يا رب. لما صارت الساعة 1 صليت، دعيت، زوجتي نامت، أهلي ناموا، أخي مهند بقي فايق لأنه حاسس إنه في شيء، بقي فايق وعم راقب العين، الباب، عين الساحرة. نمت، فيقتني مرتي حوالي الساعة 3:30. قالت لي معتز في عم يخبطوا على الابواب. انا فقت مرعوب، كنت شوي نايم وانا خايف فقت، رحت عند الشبابيك من هيك شوي شوي، ورفعت الجلايل، لقيت البيت داير مدوره عناصر مخابرات وامن مدججين بسلاح، والبعض عم يحاول يطلع من الحيطان. رحت على الجنب الثاني نفس الشيء، يعني على قفل البناية نفس الشيء، وطالعين لفوق على السطح. رحت فيقت بابا وماما، قلت لهم بابا وماما في المخابرات محاوطين المكان، أنا عم رجف، ما بعرف حالي الضعيف مثل هداك اليوم. ما فيك تسميها ضعف. فاق بابا لبس جلابية، فاقت ماما لبست غطا الصلاة. في مين عم يدق على الباب بالطابق الأول، يعني هن عمليا طالعين من على السور البناية ويعني محاوطين كل شيء، وواحد في حدا عنصر عم يدق الباب. دق الباب، قالت ماما مين؟ مرحبا خالي، أهلين. قال بدنا مهند مراد أخي. قالت له مهند بيته تحت، يلا نازلي أنا وياك. هون بيطلع بابا بيطلع ماما بينزلوا معهم. هن كتير رح يقدروا هذا الموقف لاحقا، إنه والدي ووالدتي غريب تقديرهم للأمور بيحير، إنه عمليا حتى يقولوا لنا إنه بعدين إنه أبوك وأمك ما في منهم، أنتوا ليش سايقين؟ فأنا هون باخذ هيك بتنفس الصعداء مثل ما بيقولوا، يعني في هيك شو اسمه بهالدقيقتين 3 بترجع معي بتقولي ماما كمان بدهم إياك. أنا هون بكون يعني فضيت جزداني، خليت فيه أذكر 1000 ليرة، حطيت فيه الهوية وبس، سلمت على زوجتي، بست بنتي ونزلت معهم. مهند كونه كان مو نايم، فكان يعني متوازن أكثر. أنا كوني كنت لك خايف كتير، وكان عم يجيني كتير تهديدات، وكنت شايف القصص يعني خالصة. فلما أنا بهال5 دقايق هدول رجعت توازنت. كان معهم عواني جايبهم على البيت، فالعواني أنا وطالع، طبعا بابا هون بيكون كمان عم يحكي مع الضابط ويعني عمليا قدر الإمكان هيك يعني احترموا هن هي الحالة، إنه ما هربنا من البيت، نزل والده ووالدته وحكوا معنا. العوايني بيقول لي إنه أخي ما تزول همك، ما رح تطول. فأنا بقول له بعد هالنح وبكمل طريقي. إحنا جايبين باصات العسكرية، باصات الخضر العسكرية وليست الباصات الخضر المدنية. بنطلع، أذكر يا كان في حدا لسه جايبينه أو ما كان في حدا لسه، يعني بتذكر أنا وأخي مهند اللي إحنا كنا لسه حطونا بآخر شيء، وحط قالوا لنا حط شوف هون ما عاد هيك، قالوا لنا هلأ ما عاد في أبي وأمي، كلبشونا وبلشوا ضرب. هون بلشوا عادي يلموا الناس. يوميت اعتقلوا حوالي 50 شخص، راحوا لعند ناس بيوتها ما لقوها، راحوا يعني مثلا يحيى شربجي وعيلته كلهم كانوا تاركين البناية كلها يعني، فما لقوا حدا. محمد شحادة ما لقوه بالبيت، أسامة نصار مع الأسف يعني كسروا الباب وفاتوا لقوه. كانوا بدهم يروحوا لعند الأستاذ عبد الأكرم نسو. وفي ناس يعني متى اعتقلوهم ما بعرفهم.
هذا اليوم يعني يوميتها أخذونا على الفرقة الرابعة. بالفرقة الرابعة كان في الاجتماع الصباحي. هل حتقولي لي ليش هيك بدك تعمل موقف؟ الاجتماع الصباحي لازم ترد فيه الشعار بالروح بالدم نفديك يا بشار. قعدونا كلبشونا وحطونا القماشات وقعدونا على هيك حوض صغير ورد. يومها هن العساكر عم يرددوا الشعار، فطلعوا فين قال ردد الشعار انت وياه، تفضلوا يلا. فرددوا الشعار. يومها أسامة نصار ما رد، ما انتبهوا له. أنا انتبهوا لي، قال له سيدي هذا ما عم يردد. فأجل عندي قال لي ليش ما عم تردد الشعار؟ أنا أذكر قلت له أنا ما بفدي بدمي غير هذا الوطن. أخي مهند لأنه كان قاعد حدي قال له أنا ما بعمل شيء مالي مقتنع فيه. المهم أنا قلت هالكلام بروايتي ورواية أخي مهند، وهون بلشوا عاد طرح يعني زتوني على الأرض وبلشوا يرفسوني. بعديها جلسوني. أخي مهند قال لي الله يخليك أخي قولي اللي بدهم إياه. قلت لك أخي اعتبرني مالي موجود، خلاص اعتبرني مالي موجود وادعي لي. إجا عندي نفس الشخص اللي ضربني، قرب علي قال لي أنا آسف. هاي المواقف ليش قال لك أنا آسف؟ إنه هو لما إجا لعندي قال لي ليش ما عم تردد، فأول شيء ضربني كف لما قلت له أنا ما بقول شيء مالي مقتنع فيه أو ما بفدي غير هالوطن بدمي، فضربني كف. بعدين عطاني للعساكر اللي بلشوا يدعوسوني. ليش قال لي آسف ما بعرف، ولكن ربما هذا الموقف أثر فيه، ربما هن بيتمنوا يقولوا هيك شيء ولكن ما بيقدروا. ولكن حقيقة يعني أنا متى هيك موقف أنا شخصيا بيأثر فيني، يعني بأشد ساعات المحنة بتجيك رسائل إنه أنت صح، كمل، إن أنت عم تأثر بأسوأ وسط ممكن تعرفه. نحن وفايتين هون بياخدونا بعدين على قسم الدراسات لعند المساعد المعروف أبو حيدر. أبو حيدر كان أي حدا بده يفوت على القسم لعنده فلازم يأكل قتلة. فنحن مصروفين واحد واحد، وراي أخي مهند وشباب آخرين، فلازم بوصل لعند أبو حيدر فلازم يعني طبعا أبو حيدر هو حدا عسكري، هو حدا كله عضل، يعني البوكس منه سلاح. يعني سلاح. يعني لمجرد أنه صار دوري فأنا بقول له وقف عندك، بقول له أنا مالي مع إسقاط النظام. قلت له أنا بدي إنهاء حالة الطوارئ، أنا بدي إصلاحات سياسية، أنا بدي قنوات حرة، لا تمد إيدك منه. شلون يلي صار مع جودة سعيد، واحد كان كله عنف وبيتراجع، هيك صار مع أبو حيدر. قلت له الشباب كلهم مثلي. فأبو حيدر قال يعني عن جد انت ما بدك اسقاط النظام؟ قلت له ما بدي اسقاط النظام. ما عندك مشكله مع بشار؟ قلت له ما عندي مشكله مع بشار، يطبق هي الاصلاحات. وانا معتبر انه بشار الاسد لما بيقتنع انه يطبق هي الاصلاحات فانتهت الدكتاتوريه. يعني هي بس وسيله اخرى اللي كنت انا محاول كتير دائما اقنع الشباب فيها. يا شباب لا تقولوا اسقاط نظام، بامكانكم تغيروا النظام بطرق مختلفه. كان عندك امل بالتغيير التدريجي السلمي. فمن بعدها قال والله أنت كلامك مهم يا طبعا. هون شو اسمك معتز؟ ما ضربك؟ لا بالعكس، أنا صرت الأستاذ معتز، فوتته بالحيط. أنا صرت الأستاذ معتز. وصار كل ما ضرب حدا أبو حيدر. هديك الأيام اعتقل معنا كمان، كان معنا حازم نهار المعارض المعروف، وكان معنا يعني الغرفة مليانة. كان أي حدا بده يأكل قتلة كان يفتح الباب ويقول شايف هذا إرهابي، هذا مو مثلكم، هذا شو اسمه هيك. يعني تاني يوم جابوا بتذكر رفيقي مازن شربجي الله يرحمه، كمان قتل تحت التعذيب. مازن كان مسؤول خيمة العزاء تبع شهداء الجمعة العظيمة. فراحوا جابوه من البيت
وجابوه وفقنا لحنا على صياحه. وكتير ضربوه وكتير قتلوه، جسمه صار ملون يعني. لما جابوه لعنا فتح الباب أبو حيدر، قلت له مازن كمان إرهابي يا أبو حيدر؟ شاب طالع مظاهرة سلمية شاب. قال والله يا معتز في شغلات أنت ما بتعرفها، أو في شغلات أنتم ما بتعرفوها. رغم هيك يعني لما كان الاعتقال حتى لو كان قاسي بس سريع يعني كان محمول. أنا بعد هاي القصة قرروا يحولوني بنفس اليوم، حولوني أنا وحازم نهار على فرع التحقيق. هون إحنا كنا بقسم الدراسات، حولونا على فرع التحقيق لعند عبد السلام حمود نفسه يلي عمل معنا اللقاء الأخير تبع إنه حدا أسألكم حدا، واللي كان معه الرائد زهير. يعني سلسلة تحقيقات جديدة. وبهيديك الأيام حطونا بالمنفردة بالزنزانة بفرع التحقيق رقم 20. هاي الزنزانة كانت آخر زنزانة على اليسار حد التواليتات. كانت أصغر زنزانة منفردة، طولها حوالي 2 متر وعرضها 1 متر. كنا فيه 14 شخص، 10 11 12 وصلنا 14. بهديك الأيام جابوا سجين قاتلينه وضاربينه، يعني أكبر مني ب10 15 سنة، وواضح إنه مريض. بفوت بعد ما يقعد هيك يسند حاله على الحيط، بيقول أنا فلان أبو مازن شيوعي أحمر. أنا يعني أثر فيني إنه تعريفه إلنا بهذا الشكل، إنه طبعا شيوعي يعني هو من حزب العمل الشيوعي. وهون بدأت علاقتي مع أبو مازن، علاقة هيك خفيفة، إنه هو كان معتقل أيام الثمانينات 4 سنوات ومريض، بصير معه حالات صرع وهيك يعني. نتيجة هذا الموقف تبع إنه أنا ما بقول شيء غير مالي مقتنع فيه، أو ما بفدي حدا بوطني غير شو اسمه، فهذا الموقف صار يلحقني وين ما رحت. فصاروا السجانين وين ما رحت لازم يعني يقتلوني أو يضربوني أو يعملوا لي قتلة. بهديك الأيام في سجان كان مسؤول عن هاي القصة. شو ما عملت فأنا عم غلط. يعني مثلا مين بده يطلع على التواليت؟ لا، عم ترفع اصبعتك، ما هيك تعال شوف. جسمي جوات الزنزانة يعني بين رفقاتي، وانا بطني على الارض، برفع رجلي وببلش يضربني فلقات. الفلقة يعني صوت العصاية هي ونازل هيك تسمع تبع او هيك شيء يعني. فيضرب وانا اتقوى لحموت بس ما اصرخ. هذا الشيء اثر كتير بابو مازن، يلي هو لما عرف حاله قال شيوعي أحمر. فكتير استغرب. قال لي طبعا تعبيره، قال أنت مناضل سياسي. من يومها صرنا كتير رفقات وأصدقاء. واتفقت أنا وياه. أبو مازن علوي، زوجته سنية، وحسب ما قال يومها إنه في تقارير كتبت فيه بسبب هاي الزيجة يعني، وأضف إنه هو يعني معارض سابق وشيوعي وضد النظام وخلافه يعني. من يومها قررت أنا وأبو مازن إنه نحاول نعمل هي المنفردة يلي كانت هي المغضوب عليهم تقريبا، كانت هيك آخر منفردة وصغيرة وكذا، إنه نحاول نعمل لما يجيبوا لنا أكل السجانين نشكرهم، لما ياخذوا الأكل نشكرهم، لما أي شغلة يساويه مثلا إنه شكر يسلمون معلم أو هيك. أذكر أنا بقيت بهي الزنزانة حوالي 23 يوم. ذكرنا بأي فرع؟ فرع التحقيق، المخابرات الجوية. بقينا فيها 23 يوم. صار تعامل السجاني معنا كتير مختلف. يعني صار لما بدنا نطلب دواء يجيبولنا حبة أو هيك، طبعا هيك يجيبولنا، ما عاد في إهانات. صار نسمع أحيانا إنه عم يقولوا هي الزنزانة 20، يعني هي جماعة الحبابين والجيدين. كنت أشعر إن لما أحكي مع أبو مازن كنا نحن نتناقش كتير بالمستقبل، وإنه كنت أشعر إنه عم نكتشف علاقة كتير مهمة. أنا ما بعرفه، هو من طائفة وأنا من طائفة،
هو من محافظة وأنا من محافظة. أنا وياه اجتمعنا لأنه ضد هذا النظام المجرم. كنا كتير نحكي بمشاريع، هو مهندس زراعي وفهيم يلي بحبه قلبك يعني. كنا كتير نحكي إنه نحن كمهندس ميكانيك مهندس زراعي شو ممكن نعمل مع بعض وهيك وخلافه. طلع أبو مازن قبل ما أطلع أنا من فرع التحقيق، وبعدين للأسف حولينه على عدد من الأفرع، يعني ما طلع هو إخلاء سبيل، حولوه بعدين على فرع اللاذقية وبعدين حولوه كذا، وصار في حكي بعدين مع زوجته، وبعدين يعني وبقي مسكين هو عنده حالة مرض يعني. طلع تحرر بعدين؟ ايه أذكر إنه قالت لي زوجته إنه طلع، بس قعد حوالي 11 شهر أو يعني قعد فترة طويلة يعني. هون كان مطلوب إنه يرجعوا يعيدوا التحقيقات معي. التحقيقات أول تحقيق طويل عمله معي رئيس الفرع عبد السلام حمود، وأنا لهداك اليوم أعتبر إنه جماعة المخابرات الجوية هدول لازم يكونوا هن أعلى شيء بالفكر المخابراتي والفهم وأساليب التحريات. هذا اليوم اختلف عندي كل شيء. بياخدوني مطمش ومكلبش، ولكن أنا بتذكر الطريق نفسه اللي أنا طلعوني عليه. يعني عرفت أنه أنا رايح على غرفة عبد السلام حمود، وبدأ يحقق معي عبد السلام حمود وأنا مطمش. قال لي إمتى رح تبقى عم تمثل علينا دور المناضل الشريف؟ قلت له والله يا سيادة العميد. لما قلت له سيادة العميد تفاجأ إنه هذا عرفان وين موجود. قلت له يا سيادة العميد أنا موجود عندك، ولما بتشوفوا يعني بتلاقوا شيء يعني أنتم حاليا هالرقبة سدادة. قال لي لا عرفنا كل شيء وجبنا كل المعلومات وخلص ما عاد في داعي لكل هالتمثيل. قلت له طيب. قال شو علاقتك بآية الله مرداشي؟ أنا هون أخذت الموضوع محمل الجد. قلت له سيادة العميد أنا ما معي جواز سفر، أنا بحياتي مالي مسافر لإيران. فقال لا موجود بسوريا وعنكم بدارية. لما قال بدارية ففي عنا شيخ طريقة صوفية تبع شيش ونوبات وهيك من بيت مرداش. قلت له والله يا سيادة العميد بعرف شخص وحيد اسمه فلان أكبر مني عمره 70-75 سنة. هو الزلمة مو آية ولا حديث. ولكن يعني هذا الزلمة لا بيعرف بالقصص ولا علاقة. هون هو شعر إنه يعني الغباء كتير فاحش. وأنا هون سقطت من عيني فكرة إنه في يعني مخابرات، إنه يا لطيف إنه هدول المسؤولين كانوا عن أمن الرئيس أو أمن الأمن المخابرات الجوية أو أمن الطائرات أو هيك. فهون لما شعر حاله هيك قال لي يعني ما لحت لنا وين خبيتوا الأسلحة؟ قلت له والله أسلحة ما عنا. قال يعني ما لكم مخبينهم بمزرعة الأستاذ، ما لكم مخبينهم بمكان. أنا خفت حقيقة لما قال مخبينهم بمزرعة الأستاذ، لأنه ممكن هن يروحوا على المزرعة كبيرة، بينزلوا من تحت حيط من فوق حيط بيحطوا، ما حدا بإمكانه يقول لهم والله هي كذا. فكتير خفت. قلت له والله يعني أنا عم أقول لك إنه هذا الموجود. قال طيب روح خده. بياخدني. هون بيقرروا إنه يقسوا علي أكثر بالتحقيق. بيستلمني هذا الرائد، بيجيبوني هالمرة من دون شحاطة. لا بس يعني في زون داخلي أو هيك أو كيلوت داخلي. بيخلوني هيك أركع على رجلي داير ما دوري أمن. أنا من ضمن تحقيقاتي إنه قايل لهم ما بدي أفرع مخابرات بالبلد بهذا الشكل. هاي كتير كانت مضايقتهم بالذات لهذا الرائد. قال لي لكان يا كلب ما بدك أفرع مخابرات بالبلد؟ قال لي إجباري عنك وعن الله رح نبقى 1000 سنة فوق راسكم. أنا هون كنت أخذ قرار إنه ما بدي رد. إنه ما بدي رد. شو بدي رد؟ وأنا حقيقة يعني هي التحقيقات والفترة وكذا بلشت أقول لحالي هون عم أقول لك إنه هدي يا ولد.
يعني بكفي، يعني الأمور ماشية. وهديك الأيام أنا كنت أشعر بالذات هذا الرائد زهير إنه مرعوب، يعني كان يقول هديك الأيام كانت تطلع مظاهرات وكان تنزل صور أردوغان وهالكلام، وهن كانوا معتبرين قصة مؤامرة، وكان يقول لي والله إذا بيسقط النظام لحتى نفوت على بيتك نغتصب مرتك وبنتك، ويعني يحكي يعني بكل هذه التفاصيل. المهم أنا قررت الصمت. مو عاجبتك بدكم قنوات حرة، هون صار يحكيني بالمطالب، بدكم قنوات حرة، مو عاجبتك قناة الدنيا. في بنت بتخاف تطلع الساعة 2، الأمثلة اللي بيحكوها، في بنت بتخاف تطلع الساعة 2 أو 3 من بيتها، شو مشكلتها قناة الدنيا؟ أنت إذا بدك تروح على الساحل على البحر حدا بيوقفك؟ حدا بيقول لك؟ أيوة أنا ساكت، وهو شايف إنه أنا ساكت. في شعرت في عدد من المحققين كانوا يومها يعني بدهم هيك يسألوا أسئلة بمصلحتي ولكن يسكتون. ما أذكر شو كانت، إنه بدهم يعني يروحوا باتجاه محاكمة عقلية ما رح يمشي الحال. هن المحاكمة تزبط عندهم بالصرماية بالبوط العسكري يعني. المهم يعني أنا اعتبرت هون شبه قال لي شو بدك تساوي، شو بدك تطلع؟ قلت له خلص بدي أطلع، دير بالي على الحجة والوالد وزوجتي وبنتي وهيك. يعني اعتبرت إنه أخذوا يعني إنه خلص هاد يعني تنازل. بعد أيام عمليا باليوم 50 من اعتقالي هاد أو 47 بهالأيام هاي بيحولوني على فرع القصاع اللي هو كمان أحد أفرع المخابرات الجوية، ولكن لسه مرتبة أعلى بالقمع والوحشية اللي هو يمكن معروف بالآمرية أو هيك شيء يعني. بهذا اليوم شعرت أثناء دخولنا على الفرع أنه كان معي على سبيل المثال أنس عليان، يا حاول يحكي معي أو سمعته أنا وياه وكذا. طبعا أنس كمان تم قتله تحت التعذيب، وأنس من الشباب العظيمين في الثورة السورية، في ثورة الدارية. بهاي الأيام كان المحاولة الأخيرة للضغط عليه، لأنه عمليا هذا الشاب هو ماله مع الإسقاط، مطالب إصلاحية، ولكن ماله منظم، ماله مع هيئة تنسيق، ماله مع حدا، مستقل سلمي راقي. فعم يحاولوا قدر الإمكان يعني يفهموا شو بدهم يعملوا. أضف إنه بديك الأيام أذكر مثلا رضوان زيادي صديقنا حكى على التلفزيون وحكى اسمي، إنه يعني هاي الإصلاحات اللي عم يحكيها النظام حكي فاضي، يعني المعتز ليش موجود جوا؟ يعني عم تحكوا المندسين ومسلحين، طيب هذا الرجل لا مسلح ولا مندس. قابلوني بديك الأيام مع عدد من الشباب أصدقائي، هن كانوا بدهم يثبتوا عدة شغلات، إنه التمويل من وين، بدهم يعرفوا من وين عم يجي التمويل، بدهم يعرفوا مين يلي عامل التنسيقية، والتنسيقية انعملت أنا وبالسجن، فأنا ما بعرف شو هي تنسيقية يعني. وبدهم يعرفوا أماكن عدد من الشباب، بالذات كان بدهم يعرفوا غياث مطر وين بيته، إسلام الدباس، هدول الشباب الجداد اللي كانوا عاملين فوبيا للنظام. يعني النظام كان متوقعون حقيقة يعني طول 2 متر وعرض 1 متر وهيك. قابلوني يومها الله يرحمه مع رفيقنا راتب خولاني، طبعا هو مطمش وأنا مطمش، وهو يعني كنا لابسين نفس، يعني هو بالكيلوت أنا شايف من تحت الطماشة. راتب خولاني كان معروف بدارية، راتب خولاني، ولكن اسمه بالهوية محمد سعيد، وهو أبو مسلم، يعني احنا كلياتنا معروف واسمه أبو مسلم خولاني يعني. هن معتبرين هذا اسم حركي، فهن معتبرين هاي قصة هي حركات وكذا هيك. فلما أنا جابوني وقالوا لي خلوه يحكي، قالوا له مين هاد؟ قلت لهم رفيقي راتب خولاني. قال هيك اسمه؟ أنا هون فورا لقطة، قلت لهم معروف راتب خولاني بكل دارية،
أبو مسلم من 30 سنة، ولكن اسمه بالهوية محمد سعيد. فهن بدهم كانوا يتأكدوا من هاي القصة، إنه هذا الاسم شو قصته، هو اسم حركي ولا لا. ولكن للأسف يعني يظهر إنه يعني كانوا أخذين قرار إنه يخلوا. قابلوني مع كمان الله يرحمه، مسكين كان يعني متعرض لتعذيب شديد. قالوا له احكي. قال لهم إنه معتز هو اللي يعني هو يقود الحراك، وهو اللي عمل التنسيقية، وهو اللي عم ينسق مع معظمية ومعدومة وهيك، وهو اللي عم يمول وهيك. وحقيقة يعني أنا أتفهم كل هذا الكلام، يعني لأنه تحت الضغط يعني ما تعذيب ما له حل يعني. فقال لي شو رأيك بهالكلام يا معتز؟ قلت له 90% من كلامه صح. قلت له أنا عم نسق مع دوما، وأنا كان في اتفاق مع رزان زيتونة إنه التصوير ابعت لها إياه، وقالت لي ما في أي مشكلة. إذا أنا قلت لها معلش إذا هي كانت متخفية يعني، إنه إذا قالوا لي لمين عم تبعت لهم إليك، قالت لي إيه بكل تأكيد. فلمين عم تبعت الفيديوهات؟ لرزان. قلت لهم التنسيقية جيب لي كمبيوتر افتحه أرجيني إياها، بس إذا بتوافق أفكاري بقول لك أنا عاملها، ما عندي مشكلة يعني. بالنسبة لي مو تهمة تنسيقية، بس أرجيني شو هي التنسيقية اللي عم تحكوا عليها. وقلت له بالنسبة لخيمة العزاء للتمويل، أنا بالنسبة أعطيت أذكر 16,000 20,000 لمازن يعني. فما في هذا هو. وين بيت إسلام وغياث مطار؟ قلت له الشباب مو رفقاتي، ما بعرفهم. قلت له هالشباب تعرفت يعني شاركوا بالمظاهرة يعني، طبعا بعرف البيوت يعني. بده كمان كان بيت مجد خولاني الله يرحمه. كلهم استشهدوا. هدول كلهم شباب نفس العمر، مو يعني مو رفقاتنا، ولكن يعني كانوا عاملين فوبيا يعني. إسلام النظام كان متخيله فعلا طول مترين. إذا بتشوفي إسلام هيك شاب كتير نعوم لطيف، شاب مهندس خريج أو يعني عم يدرس هندسة. مجد شاب هيك لطيف حماسي، تبع إنه أخي اللي بده يطالب بمثلا يعني لازم تبقى المطالب وطنية يعني. لازم ننهي هون، نرجع نكمل بعدين. أوكي. بدنا نكمل طبعا لأنه هذا كله قبل المجزرة. نعم. وكله قبل الحصار. إيه. فبدنا نقعد قعدة تانية لنحكي من هون.